ما الفرق بين باك حر وباك عادي؟ وما هي المدارس التي تقبل باك حر؟ من ناحية القيمة فإن الباك حر أو باك ليبر له نفس القيمة ومعترف به، كما هو الحال بالنسبة للباك عادي في المغرب وخارج المغرب، وهو يعادل 12 سنة من الدراسة. ومن ناحية اجتياز الامتحان الوطني فإنه يوجد فرق بين الباك عادي وباك حر، لأن المترشحين الأحرار يجتازون إلزاما الامتحان الجهوي الذي يسمى بالسنة الأولى باك، إضافة إلى الامتحان الوطني. من ناحية المدارس التي تقبل الباك حر عديدة، منهم الإنصام، الميدسين، الدونتير، الدراسات العليا، منهم الكثير. ويمكنك أن تدفع إلى المدارس بالمغرب وفي دول أخرى مثل فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، أمريكا بدون أي مشاكل، فقط ستستعمل كشف نقاط البكالوريا في ملف ترشيحك للخارج. وبالعكس تماما، فدول الخارج تحترم وتقدر التلاميذ الذين ترشحوا أحرارا، لأن هذا يظهر رغبة الشخص في الدراسة وعزيمة قوية وشخصية ملتزمة تريدها الدولة. وكما نلاحظ أن شهادة البكالوريا في المغرب تمنحك نفس الحقوق، ولا سيما متابعة الدراسة في التعليم العالي، فلا يوجد أي فرق يذكر بين هذين النوعين من البكالوريا، فالباك حر يعادل 12 سنة من الدراسة. دابا غنقول لكم علاش تطرقت لهذا الموضوع ديال الفرق ما بين الباك حر وباك عادي بالدارجة. حنا كنا هنا في المغرب كنعرفوا باللي باك حر هو باك عادي، ما كاينش فرق. باك حر كيعادل 12 سنه من الدراسه بحال الباك. لو ما كانش كيعادلها ما غتعطالكش افاق انك تمشي دير الميديسين ولا دير الدراسات العليا ولا تمشي للخارج تكمل به القرايه ديالك الميديسين الى اخره. يعني علاش طرقت ليه؟ لان كاينين الناس اللي فازوا بالقرعه الامريكيه وما كانش هذا المشكل، كانوا الناس كيمشيو بالباك ليبر باك عادي ماشي مشكل، ما تطلبك شهاده البكالوريا كتدي شهاده البكالوريا. دابا لا، دابا ولا واحد الاشكال تيقولوا لهم باللي باك ليبر، بان الباك ليبر ما تيعادلش الباك العادي، لانه خصك تثبت لينا 12 سنه. وراه في حد ذاته الباك ليبر راه هو 12 سنه، لانك راك كتمتحن بعدا في سنه، في عامين ديال القرايه. حتى اللي ما قراش الباك الاول والثاني راه هو قراه دابا، راه دوزو فيه الامتحان امتحن فيه. وهذا الشيء لقاو مشاكل مساكن بزاف ديال الشباب اللي كان عندهم طموح كبير وعندهم الامال وشادين البكالوريا وكيقراو في الجامعه وشدوا لا ليسونس، وكاين اللي قبط الماستر وكاين، ولكن من وصلوا للقنصليات يقولوا لهم داك اثبات 12 سنه ما كيلقاو ما يديروا، حيت كاين اللي عاد ما كملش القرايه وعاد ناض تيكمل من بعد. دابا حنا بغينا هاد لا فيديو هذا يتبارطاجا ويوصل هادشي، خاصو يوصل لواحد الدرجه كبيره بزاف باش يوصل للناس ديال القنصليه، يعرفوا باللي راه الباك ليبر يعادل الباك العادي، او لا باك ليبر يعادل 12 سنه من الدراسه. فالله يخليكم اللي وصل له هذا لا فيديو هذا يحاول انه يبارطاجيه مع الناس اللي مهتمين بهذا الموضوع، وحاولوا اننا نديروا يد في يد ونوصلوا الصوت ديالنا. ما بغيناش هذا المشكل يولي يتطرح في القنصليه. صافي كتطلبوا شهاده البكالوريا، ها هي ما تكونش غير مزوره. صافي انا قريت، انا نت كنقرا وشديت البكالوريا ديالي، ودابا انا جامعي، او لا انا شاد الماستر، او لا انا راه كاينين الناس شادين الماستر ورفضوهم، ردوهم مساكن من بعد ما خسروا فلوسهم وحطوا مصاريف الله يكون العوان في كل واحد، في الاخر ترفضوا. وشكرا لكم، ونتمنى ان شاء الله الصوت ديالنا يوصل.